كنت لسه طالب في كلية الطب، وكان ده وقت الاستراحة بتاعتي. كنا بالليل، الجو كان هادي، وفجأة تليفوني رن. كانت ممرضة في المستشفى. الحقنا يا دكتور، في مريض لسه جاي الصبح، شكله كان طبيعي جدا، محترم وهادي وملوش صوت، لكن دلوقتي هو واقع من على السرير عمال يزعق ومش راضي يرجع السرير تاني. قمت بسرعة، لبست البلطو بتاعي ودخلت أوضة المريض. لقيته قاعد على الأرض جنب السرير، وشه باين عليه الحيرة. كان بص على رجله الشمال كأنها مش بتاعته، عيونه مليانة خوف وغضب وذعر. قربت منه وقلت له بلطف: تحب نساعدك ترجع السرير ولا تحب تحكي لي اللي حصل؟ بس هو كان مرعوب، شاور لي براسه كأنه بيقول سيبوني في حالي، مش عايز حد هنا. قعدت جنبه على الأرض واتكلمت معاه بالراحة. قال لي إنه كان جاي يعمل تحاليل عادية، هو ما كانش حاسس بأي مشكلة، بس دكاترة الأعصاب لاحظوا إن رجله الشمال مش بتتحرك بنفس الكفاءة، فوصوه إنه يفضل في المستشفى عشان المتابعة. ولما جه الليل نام، لكنه لما صحي كانت الكارثة. يا دكتور، وأنا بتحرك على السرير حسيت بحاجة غريبة تحت الغطاء. رجل بني آدم، رجل حقيقية كاملة فيها صوابع وكعب وكل حاجة، بس كانت باردة، كانت أكنها طالعة من تلاجة. الراجل اتخض وقال لنفسه أكيد حد من الممرضين عامل فيها مقلب، فقرر إنه يمسك الرجل ويرميها من على السرير. بس هنا حصل اللي ما توقعهوش. يا دكتور، أنا لما رميتها أنا كمان وقعت معاها. الرجل البشعة دي لزقت فيا، بقت جزء مني، إزاي ده حصل؟ وفضل يشد فيها ويضربها كأنها غريبة عنه. قلت له اهدى، دي رجلك، ما تعملش كده. صرخ في وشي وقال لي رجلي ازاي؟ انتوا بتضحكوا عليا. قلت له صدقني دي رجلك فعلا. بص لي وقال لي طب هو ازاي الواحد ما يعرفش رجله؟ السؤال كان مرعب. مش بتاعتي، شكلها غريب، باردة، كأنها رجل واحد ميت. قلت له طيب لو دي مش رجلك الحقيقية راحت فين؟ مش عارف، اختفت، او يمكن ما كانتش موجودة اصلا. الحكاية دي حصلت فعلا في كتاب اسمه A Leg to Stand On. دكتور أعصاب كبير وقتها اسمه مايكل كريمر بعت للمؤلف رسالة، قال له فيها إنه شاف مريض عنده جلطة في المخ، كل يوم بيصحى ويلاقي في السرير جنبه رجل غريبة ميتة باردة، فيرميها من على السرير. بس كل مرة يرميها هو كمان بيقع معاها، لأن الرجل دي هي رجله هو. اللي حصل للمريض ده اسمه العلمي متلازمة الإهمال أو نيجلكت سندروم، وده بيحصل لما جزء في المخ يتأثر والمريض يبدأ يحس إن في جزء من جسمه مش بتاعه أو مش شايفه أصلا. تخيل، عقلك ممكن يخدعك، ممكن يخليك تحس إن رجلك مش بتاعتك. العقل البشري بحر، ساعات البحر ده ممكن يغرقنا. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، تشترك في القناة، وأشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.